محمد شحاتة بيقول لهم بترقصوا ليه؟ الماتش لسه ما خلصش. هتشوف كمان عتاب وانفعال ناصر منسي على شيكو بنزا، هو بيقول له ليه ما ضغطتش؟ لوحده. ده كان كلام حسام عبد المجيد لبنتاي، يا ترى ليه؟ ويا ترى ابراهيم صلاح كان دوره ايه؟ كل ده واكتر في كواليس ماتش الزمالك وزد. وتعالوا بقى نحكي الحكايه مع بعض. بس قبل ما نحكي الحكايه انا عايز منك تعمل لايك وكومنت وشير للفيديو. انا عمري ما طلبتها من حد قبل كده، بس يلا اعملوها. الكلام ده لو طبعا الفيديو عجبكم، ولو ما عجبكمش برضه اعملوها. في بدايه الحكايه لازم تبقى عارف ان الزمالك بيلعب بقلبين دفاع ما لهمش بديل على الدكه غير ناشئ. المهم ندخل في المباراه. الزمالك بيلعب بشكل افضل من المباريات اللي قبل كده، خلاص ما بقاش يعتمد على الطوليه، او بمعنى اكتر تقدر تقول ان الزمالك شكله منظم في الملعب، وتحس ان في ترابط ما بين الخطوط وبعضها. ثلاثي خط وسط الفريق قادر ينقل الفريق من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بسهوله جدا. وتفصيله صغيره ان ساعده في كده تراجع فريق زد واعتماده على المرتدات. ناصر منسي وزمايله شغالين ضغط عالي على زد، وريتم المباراه يحسسك ان طول ما النتيجه 0-0 هي ممكن تتغير بس ل1-0 للزمالك، لان هو تقريبا مسيطر وهو اللي افضل. لكن ده هيحصل ازاي؟ الزمالك مسيطر بس بعيد عن مناطق الخطوره، فاعليه هجوميه تقريبا مفيش، او بمعنى ان مفيش خطوره كبيره على مرمى علي لطفي. يعني الحاجه الاهم اللي المفروض تحصل ما بتحصلش. الله، امال الناس دي كلها جايه ليه؟ واكيد الوضع مش هيفضل كده. طريقة لعب زد محتاجة تركيز عالي طول الوقت، وأي سرحان هيكلفهم كتير لو لعيبة الزمالك مركزة. زي ما قلنا هما بيعتمدوا على المرتدات في تسجيل الأهداف، أو إنهم يحصلوا على ضربات ثابتة حوالين منطقة الجزاء أو الركنيات اللي يقدروا منها برضه إن هما يسجلوا منها أهداف. عبد الله السعيد بيحاول إن هو يسجل من بره منطقة الجزاء، لكن علي لطفي بيتألق وبيطلعها بره. في الدقيقة 22 حسام عبد المجيد بيقدر يضغط على مهاجم زد ويقطع منه الكورة. مع اصرار محمد السيد وعبد الله السعيد الكرة بتوصل لناصر منسي اللي بسرعه بيلعبها لاخوان بيزيرا علشان يروح 1-على-1 ويستغل مهارته ويسجل نادي الزمالك الهدف الاول. بعد تسجيل الزمالك للهدف طريقه لعب نادي زد لازم تتغير، لان اللعب بنفس الطريقه مش هتفيده بحاجه. هيبدا يتقدم ويهاجم الزمالك، وهنبدا بقى نشوف بعديها لعيبه نادي زد بتقرب من منطقه ال 18 بتاعت نادي الزمالك، وكل المحاولات هتتم تقريبا من ناحيه بنتايج اللي بدا يشتكي لحسام عبد المجيد ان ما حدش بيغطي معاه. مع استمرار محاولات نادي زد في الهجوم بنشوف تالق للمهدي سليمان اللي بيقدر يتصدى لاكتر من كوره. زي ما قلت لك ان محاولات نادي زد اتكررت اكتر من مره من ناحيه بنتايج اللي خلاص اصبحت مخترقه، وبدا نادي زد يقرب اكتر ويحصل كمان على ركنيات لولا خط الدفاع ومهدي سليمان اللي قدروا ان هم يوقفوا كل الهجمات دي لحد ما ينتهي الشوط الاول والنتيجه 1-0 لنادي الزمالك. مع بدايه الشوط الثاني بنشوف ابراهيم صلاح في الطريق للنزول للملعب ومعاه بنتايج وبيتكلم معاه انه عارف ان فريق زد بيحاول يهاجم من ناحيه بنتايج. بنتايج كان مستعجل وعايز ينزل الملعب، كان ابراهيم صلاح عشان قلقان راح وراه وفضل ياكد عليه على المعلومات اللي هو كان بيقولها بين الشوطين، وكمان بياكد على حسام عبد المجيد معاه خلي بالكم فريق زد هيهاجم من ناحيه بنتايج ولازم نقفلها كويس. بنتايج هو كمان بيتكلم في تفصيله مع حسام عبد المجيد ان هو لما بيطلع لقدام مفيش حد بيغطي المكان وراه، علشان كده بيطلب من حسام ان هو يغطيه، بس حسام هنا كان رده ان ساعتها محمد اسماعيل هيقابل 2 وهيكون لوحده. معتمد جمال هو كمان كان قاري الحكايه، علشان كده مع بدايه الشوط الثاني بنشوف تغيير فتوح مكان احمد شريف، وده علشان يقفلوا الجبهه الشمال اللي زد بيحاول يخترق منها، وكمان هيغير محمد ابراهيم مكان عمر جابر في الباك رايت. مع بدايه الشوط الثاني فريق زد بدا يتخلى عن التكتل الدفاعي اللي كان بيعمله الشوط الاول، وبدا هو اللي يبادر بالضغط العالي على لعيبه نادي الزمالك. علشان كده بنشوف هجمات خطيره مع بدايه الشوط الثاني لنادي الزمالك، واهداف محققه بتضيع لبيزيرا ومحمد السيد، ومش عايزين ننسى ان هي كانت صناعه ناصر منسي. وبالمناسبه نادي الزمالك كان وضعه في الدفاع كان شكله افضل من الشوط الاول، خلاص احمد فتوح قدر يقفل الجبهه الشمال مع بنتايج.
لكن بقى في الدقيقه 68 كابتن معتمد جمال قرر ان هو يعمل تغيير، هيطلع خوان بيزيرا ومحمد السيد اللي كان باين عليهم الارهاق جدا، وهينزل مكانهم عدي الدباغ وشيكو بنزا، مع التبديل في ارض الملعب ان شيكو بنزا هياخد الجبهه بتاعت احمد فتوح، واحمد فتوح هيخش في قلب الملعب. كل ده على امل ان الزمالك يخطف التاني ويريح الدنيا، لكن الكرة بتعاند عدي الدباغ اللي لعبها بعد ما نزل بدقيقتين وبتيجي في العارضة. مع الوقت بنلاقي ان شكل الزمالك بدأ يتأثر دفاعيا، مع الوقت بنلاقي ان الجبهة الشمال لنادي الزمالك بنتايج بدأت تخترق من جديد، وده لان شيكو بنزا خارج تركيزه ومش بيرجع يدافع مع بنتايج، لحد ما بتيجي الدقيقة 74 وكالعادة لعبة بتتلعب في ظهر بنتايج اللي هي دايما بيجي منها الجون في نادي الزمالك، بيخرج حسام عبد المجيد علشان يقابل زي ما بنتايج كان طلب منه، وهنا محمد اسماعيل بقى لوحده قصاد 2 يستغلوها ويسجلوا هدف التعادل، وهنا كلام حسام عبد المجيد اتحقق لوحده. وبنشوف عتاب ولوم من ناصر منسي لشيكو بنزا وبيقول له انت المفروض كنت ضغطت مع بنتايج. هنا بنشوف كابتن معتمد جمال بيبدا يحمس الفريق من جديد ويقول لهم يلا ما حصلش حاجه، كان محمد شحاته نجم المباراه بيحفز في زمايله ويقول لهم يلا يا جماعه هنقدر نعوض. وبعدها بدقيقتين كابتن معتمد جمال بيخرج عبد الله السعيد اللي عمل مجهود جبار في قلب المباراه، بينزل مكانه احمد ربيع على امل اعاده التوازن لنص الملعب. لما بتيجي الدقيقه 86 وكره طوليه من محمد شحاته لشيكو بنزا اللي بيستلمها وبعد كده بيبصيها على احمد ربيع اللي بيستلم ويشوطها يحطها في البعيده علشان يسجل هدف جميل جدا. وهنا بنشوف بقى شيكو بنزا اللي بدأ يحتفل ويرقص لوحده، لكن جاله حسام عبد المجيد كده بيرقص رقصه غريبه معاه، علشان كده بنلاقي شحاته بيقول لهم الماتش لسه ما خلصش وخلي بالكم محتاجين ان احنا نركز، لحد ما بينتهي الشوط الثاني والمباراه بفوز مهم جدا لنادي الزمالك وجماهيره.